انت جبان يا غريمي، وانا الحمد لله حظي حلو. بالنسبه لي عماد النحاس بدا بتشكيله غريبه جدا، ويا جماعه انا اسف ولكن محمد طاهر مش اللعيب اللي تبدا بيه لما تكون عايز تجيب جوان. وفي نفس الوقت بن شرقي باين قوي ان هو بدنيا ما جاش اساسا، وزي ما احنا بنهاجم الاثنين لعيبه دول فلازم نتكلم على قد ايه ان الشريف بيثبت لنا مره ورا الثانيه ان هو ماتش الزمالك ده بالنسبه له محطوط في الجيب. وبصراحه شابوه عماد النحاس على تغيير حسين الشحات، اللعيب اللي نازل جعان وعايز يأدي بالذات في ماتش كبير زي ده. ومن الاخر كده يا جماعه لعيب بيعرف يجري، قدر بكل سهوله ان هو يلعب على اكتر نقطه ضعف موجوده عند الزمالك وهي الناحيه الشمال، وبكورتين بس جاب الماتش للاهلي وحطهم في الجيب. والناحيه الثانيه غريمي بصراحه وما قصدتش باي شكل من الاشكال، ولكن كان باين قوي الشوط الثاني ان المدرب واللعيبه والجمهور خايفين من الاهلي. رايي بكل بساطه ان الاهلي قدر ان هو يطلع بالماتش كان كل املنا كاهلاويه ان احنا نتعادل فيه بان احنا نكسب، لسبب ان الناحيه الثانيه الزمالك كان مرعوب من الاهلي او المدرب بالذات كان خايف جدا. الشوط الثاني شخصيه اللعيبه بدات تزيد شويه، بالرغم من ان يا جماعه في بصراحه لعيبه انا ما اقصدش حاجه ولكن اخرهم ما يقعدوش على القهوه. مش هقول اسامي عشان ما حدش يزعل، بس مش منطقي ان لعيب كوره بيستلم الكوره في ال 18 ولسه بيفكر هيشوط ولا لا. لكن في نفس الوقت هارد لك يا غريم. وفي اخر اي فيديو النادي الاهلي على الحلوه والمره معاك يا اهلي، والحمد لله النهارده كان يوم حلو. فبصراحه